واحنا نعرف ليه اصلا الست دي كانت ظالمه او مظلومه. بقالنا كذا يوم السوشيال ميديا مقلوبه حرفيا على بوستات احمد السقا واخبار انفصاله عن زوجته مها الصغير، وفي نفس الوقت صفحات كتيرة ابتدت تنشر كلام كتير عن الست دي في عرضها وفي شرفها وفي سمعتها تجاه فنان آخر اسمه طارق صبري. المهم الحكاية من البداية للنهاية، زوج عادي قرر انه ينفصل، او زوجة قررت انها تنفصل عن زوجها بما يرضي الله بعد ارتباط دام 26 سنة. حاجة لا فيها عيب ولا فيها حرام، وفي ناس بتتخطى بكتير المدة دي، يعني في ناس بتنفصل بعد 40 و45 سنة، والحياة السبل ما بينهم بتتقطع للوقت اللي هم بيوصلوا فيه لمرحلة الطلاق، وعادي. يمكن الزوجة تكون مظلومة في وقت الطلاق، مظلومة بسبب الزوج، انت ما تعرفش، ما دخلتش في الدواخل ما بين الزوج والزوجة عشان خاطر تعرف الست دي عانت قد ايه او قاست قد ايه مع الشخص اللي هي معاه، او العكس. ليه وليه بقى الست قررت انها تنفصل عن الفنان احمد السقا؟ الناس مسكت الست غسيل ومكوى، خصوصا لما انتشر خبر معرفش مين اللي نشره ان الست دي هتتزوج فنان اخر او شخص اخر. جابوا لك من يومين بوست منسوب لاكونت احمد السقا الشخصي، وهو بيتهم شخصيه وبيوصفها بانها اكبر كذبه في حياته. وعلى الصعيد الاخر مها الصغير ما اتكلمتش على الاطلاق، الى ان في صفحات اقسم بالله اقل ما يقال عليها صفحات صفرة ابتدت تشوه في سمعة الست، وتقول انها اتطلقت بعد 26 سنة علشان فنان تاني او علشان حاجة تانية. وهنا عندي عدة اسئلة. هل الست المسلمة المحترمة بعد ما بتنفصل عن زوجها ايا ما كانت المدة قد ايه لا يجوز لها شرعا انها تتزوج من اخر وتعف نفسها؟ ده ان ثبت ان كلام الناس اللي بيقولوه انها تتزوج من شخص اخر ده حقيقي. وهل بقى الفنانين زوجاتهم مش من حقهم انهم يتزوجوا بعد ما بينفصلوا عن الممثلين او الفنانين اللي هم متزوجينهم؟ والسؤال الاخر، هل لو احمد السقا الفنان احمد السقا هو اللي قرر انه يتزوج، هل نفس الهجوم كان هيحصل عليه زي ما حصل هجوم على الست دي في عرضها وفي شرفها؟ ده بس لمجرد انه انتشر خبر ان الست دي قررت انها تتزوج، والخبر ده الست ما طلعتش نطقت كلمه ولا اكدته ولا نفته. والسؤال بقى الاهم، هل بقى السوشيال ميديا هي المكان لمحاكمة الناس انهم قرروا انهم ينفصلوا او يتزوجوا او يرتبطوا بغير اللي هم مرتبطين بيهم؟ هل بقى اعراض الناس بقت مباحة ومتاحة لكل حد عايز يتكلم فيها يتكلم براحته؟ هل انت كنت تعرف الست دي بتمر بايه مع زوجها؟ هل كنت تعرف بيصرف عليها ما بيصرفش عليها؟ هل كنت تعرف كويسين مع بعض او وحشين؟ هل كنت تعرف دوافع واسباب الانفصال اللي انفصلت بسببه عن زوجها؟ طب ليه احنا بنمسك اعراض الناس نغسلها وننشرها بدون ما نعرف الست دي كانت ظالمه او مظلومه؟ واحنا نعرف ليه اصلا الست دي كانت ظالمه او مظلومه؟ ست كانت متزوجه انفصلت، في ناس انفصلت بعد 40 و45 سنه زواج، يعني دول مش اول ولا نهايه العالم. انما احنا ليه نوصل للمرحله دي ان اعراض الناس تبقى مباحه ونتكلم فيها بشكل عادي ونتهم الست باتهامات في عرضها وشرفها بالشكل ده؟ بقول للمره المليون اتقوا الله، لان دي اعراض ستات واعراض ناس، ومش كل حاجه متداوله ناخدها كوبي بيست ونقول عن الناس كلام احنا مش متاكدين منه. وبقول حتى لو الست انفصلت عن زوجها فمن حقها بكل بساطه انها تروح تتزوج من اخر ايا ما كان الشخص هو مين. انما بالشكل ده وصل بينا الامر ان احنا نمسك ست ننشر ونغسل في عرضها بالشكل ده قدام الناس.